السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله مع بعض في فيديو جديد. احنا اخر مرة شفنا اللي هي الكتاكيت البلدي الصغيرة، كان فيهم واحد تعبان. الحمد لله انا يومين اهوت بديله الفيتامين وباكله العلف وعليه الخلطات بتاعتنا والميه وعليها ليمون وكده، وبصوا بسم الله ما شاء الله بقى يجري ما شاء الله زي الحصان اهو في وسطهم ومفيش اي حاجه خالص. اهو اللي هو لونه اللي هو ده اللي واقف على حرف الصينيه ده، هو ده اللي واقف في الصينيه ده، هو ده اللي كان تعبان. الحمد لله بصوا ما شاء الله بقوا زي الفل ازاي. فهم محتاجين تدفئة. احنا طبعا ما نتغرش بالجو ان كل شوية بيحرر ويرجع يبرد تاني بالليل، فلا احنا الكتاكيت دي ملاش دعوة، احنا بندفيها لان هي زي البيبي الصغير. فهنا انا يظهر ان هم بيرضوا مني. فانا زي ما انتم شايفين الحمد لله الحاجات اللي احنا عملناها الحمد لله بقى كويس وبيجري مع بقيه الكتاكيت وزي الفل. هنا لسه طبعا بنفتح عليهم بنصبح عليهم، ولسه هنغير اهو تحتيهم الفرشه وهنغير وهنجيب لهم الاكل بتاعهم. والحمد لله ما شاء الله الفضلات بتاعتهم برضو ناشفه كده، مش سايله او حاجه او فيها اي مرض، لا الحمد لله زي الفل ما فيهمش اي حاجه. فطبعا لازم انضف تحتيهم كويس علشان لازم تبقى الفرشه تحتيهم نضيفه عشان ما يجيلهمش اي مرض. فهنا انا بلم الفرشه. لاحظ ان انا هنا بلم الفرشه، ما بقلبهاش في العشه، يعني انا بلمها كده بالراحه علشان ما اسيبش عندهم فضلات في العشه من اللي هي موجوده معاهم دي. هنا جبنا الاكل بتاعنا، حطينا العلف. وهنا انا جبت اول حاجه لسه اول مره احط لهم قرنفل. انا دقيته شويه في الهون دقه خفيفه كده، ومعاه الحلبه، وفوق الحلبه هنحط العسل. طبعا الحلبة مع العسل ما شاء الله بتزود الوزن وبتدي مناعة عالية جدا، الحلبة والعسل مع بعض وفيهم كمان القرنفل. فكل الحاجات دي حاجات بتساعد في زيادة المناعة ومقاومة الأمراض، وبرضو فيها فيتامينات عالية. فأنا هنا حطيت من كل حاجة حاجة بسيطة كده، بزود كفاءة العلف. وهنا طبعا بدخل العسل في كل العلف زي ما انتوا شايفين كده. ديت الوجبة اللي انا احطها لهم الصبح. اول اهو دلوقتي انا غيرت لهم الفرشه وتحتيهم زي الفل ما فيهاش اي حاجه، وانا ما بقتش احط نشاره ولا تبن ولا اي حاجه علشان اعرف الاحظهم اذا كان يعني الاحظ اذا كان في مثلا اسهالات او اي حاجه. فانا ما بقتش احط حاجه تحت على الفرشه بتاعتهم، بسيب كده الفرشه زي ما هي كده. انا طبعا كل يوم بغيرها، كل يوم الصبح او بغيرها ممكن اغيرها بالليل. فزي ما انتم شايفين بسيب الفرشه قدامي واضحه عشان اتابعهم اول باول. هنا انا حطيت لهم الاكل بتاعهم اهو، وهنروح نجيب بقى المية بتاعتهم. انا بس المية اكتفيت بان انا اعصر لهم بس عليها عصرة ليمون. الطواجن بتاعتهم حطيت لهم فيها عصرة ليمون هنا وهنا، بس تبقى مطهرة لمعدتهم و... ومش حاطة ادوية ولا اي حاجة. طبعا انا جايبة ازاز فيتامين اللي انا وريتها لكم قبل كده، انا بحط الوجبة التانية احط لهم في المية منها. لكن انا الصبح حبيت ان انا اطهر معدتهم بان انا احط لهم ليمون مع العسل مع الحلبه مع القرنفل، الحاجات ديت، وحطيت معاها كمان ايه الميه فيها الليمون. لكن بعد الظهر او على بعد الفطار كده ان شاء الله بروح حاطه لهم مع الميه الفيتامين اللي انا جبته. كده بنزود مناعتهم وبنرفع المناعه بتاعتهم. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله زي الفل. وانا عايزه اجيب حتى لو 10 تاني احطهم معاهم، ايه رايكم؟ يا ريت تقولوا لي في الكومنتات، اجيب 10 تاني بلدي، هم دول كده عمرهم 10 ايام، اجيب 10 تاني معاهم واحطهم كده ونكمل مع بعض يكبروا مع بعض ولا بلاش؟ انا مش عارفه اجيب ولا ايه، لان هم برضو لسه صغيرين، واللي انا هجيبهم هيبقى عمر يوم ودول عمر 10 ايام. فيا ريت تقولي في الكومنتات اجيب 10 تاني اخليهم دول يتربوا مع بعض ويطلعوا مع بعض ولا ايه؟ يا ريت تفيدوني وتقولي في الكومنتات هل ينفع ولا ما ينفعش ولا ايه رأيكم؟ علشان بس ايه انا خايفه اجيب ودولت يموتوا او كده، ولا هم كلهم تقريبا الاعمار واحده. الناس طبعا كلكم شاطرين وبتربوا برضو وكلكم عارفين، وانا بستفيد منكم ان انتوا برضو في ناس بتبعت لي برضو كومنتات بتبقى مفيده وبستفيد منها. فقولوا لي ممكن اجيب 10 كتاكيت تاني صغيرين اخليهم مع دولت. وخاصة ان دولت بدأوا يريشوا هما زي ما انتوا شايفين، وبس لسه طبعا هما صغيرين عشان البلدي لسه ما بياخدش ما بيكبرش دلوقتي. فاجيب كمان 10 والجو كده دف احطهم معاهم تاني واكبر دولت مع بعض واخليه وبعد كده اطلعهم مع الفراخ الكبيرة، ولا ايه رأيكم؟ يا ريت بقى تفيدوني كده وتقولوا لي ممكن اعمل ايه. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، واتمنى يكون عجبكم واترككم في رعاية الله. ما تنسوش الاشتراك. مع السلامة.